مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم، ولقاء دائما يتجدد مع نجوم الملاعب. معاكم نتواصل وكل كواليس النجوم واخبارهم. اليوم عاملين لكم مفاجأة كبيرة جدا بوجود 2 من نجوم الكرة المصرية، 2 من نجوم النادي الاهلي، صخر الدفاع النادي الاهلي ومنتخب مصر النجم الكبير سعد سمير، ايضا مع مستقبل النادي الاهلي النجم الموهوب رمضان صبحي، في حلقة خاصة جدا من نجوم الملاعب. اتنين من نجوم الكرة المصرية ومن نجوم النادي الأهلي، صخر الدفاع النادي الأهلي النجم الكبير سعد سمير، وأيضا مستقبل النادي الأهلي النجم الكبير رمضان صبحي، في حلقة خاصة جدا من نجوم الملاعب. هنتواصل معاكم أخبارهم وكواليسهم، لكن في البداية لازم أرحب ب يعني الكابتن القادم والقيادي القادم للنادي الاهلي وجنرال خط الدفاع النجم الكبير سعد سمير. برحب بيك من خلال نجوم الملاعب، سعيد جدا بتواجدي معاك في حلقه ان شاء الله تنول اعجاب كل الساده المشاهدين. انا مبسوط ان انا موجود معاك يا مهيب، ومبسوط بكل الفريق العمل الموجودين، وان شاء الله تكون حلقه تعجب كل الناس. وبشكرك يعني على الكلام الحلو اللي انت قلته، ونتمنى نكون خفاف على الناس يا رب. حاطط ايدك في البدايه لازم تخش لازم الرسمي الاول بعد كده هنفك الرسم، نبتدي نفك. نخش في الخط بقى هتخش بقى ننزل ميه لسه بقى. سعد برحب بيك طبعا، وايضا برحب بالنجم الكبير ومستقبل النادي الاهلي والنجم الخلوق قوي ذو الاخلاق العاليه المنور النهارده النجم رمضان صبحي. حبيبي يا مهيب، برحب بيك والله، ومبسوط ان انا معاك ومع فريق العمل كله. زي ما سعد قال كده، نبقى خفاف كده على الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا، وهو قناه الحياه طبعا. يعني طول الحلقه هيفضل هو كرر نفس الكلام اللي انا قلته. طول الحلقه هيفضل يكرر. انت ابن لازم بقول لك ايه، هو ما قالش قناه الحياه، انا قلت انا بشكر قناه الحياه، يعني شوف هو ما قالش، انا بشكره. ايوه يكرر الكلام. طيب سعد، يعني يمكن دي بس كده هيكشف والله. افضل تحت. يعني يمكن تاني حلقه اعملها بوجود 2 في البرنامج عندي، كنت مره مع محمد ابراهيم وعمر جابر، لكن سعد لو انا حبيت اعمل مثلا 2 من النادي الاهلي، هجيب سعد وتريزيجيه، هجيب سعد ورمضان، هجيب سعد. يعني انت في حلقه وصل كبيره جدا جدا للناس ما تعرفوش بينك وبين اللعيبه. طبعا هو احنا في البدايه احنا في النادي متربيين كلنا مع بعض، يعني في قطاع الناشئين او بنقعد في النادي في مدينه نصر في الاستراحه وكده، معظمنا بنبقى متربيين مع بعض، فانت عايشين مع بعض اكتر ما بنعيش مع اهلنا. فهي بتبقى دي النقطه، ان انت بتبقى مرتبطين بعد كده. انا لما طلعت الفريق الاول وانا صغير، كان في ناس قريبه مني وفي ناس يعني زي ما بيقولوا ايه، انت بتطلع في ناس بتاخدك تحت كتفها، فناس بتتكلم معاك بشكل دايم، في ناس بتحاول تساندك بتحاول تساعدك. فانت لما بتيجي تكبر انت شويه، يبقى في ناس صغيره، وخصوصا دلوقتي ان اللعيبه الصغيره اللي طالعه كويسين، يعني الناس اللي طالعه كويسه قوي مهاريا وفنيا وكمستوى اخلاق، يعني فبالذات رمضان وتريزيجيه وحسين وهاني وبامبو ربنا يشفيه، وان في ناس كتير موجوده، احنا معظمنا مرتبطين ببعض. فالحمد لله الواحد بيتشرف ان هو يعني ممكن هم بيعتبروني اخوهم الكبير، بيعتبروني يعني ان انا بالنسبه لهم صاحب اخ كبير، فدي حاجه طبعا بتشرفني. وهو ده المبدا اللي احنا عايشين بيه في النادي، ان احنا كلنا اخوات، حتى انا اللعيبه الكبار اللي اكبر مني بيتعاملوا معايا على سن اخوهم الصغير. فده الحمد لله اللي مخلي فيه روح حلوه في النادي، ودي من قبلنا، يعني من قبل ما احنا نكون موجودين، ان شاء الله تستمر بعد كده. يعني حابب صفات القياده هو انا بتبقى مش متوفره، يعني بتبقى في ناس حباها وهي سمات فيها، وفي ناس ما تعرفش. هي زي ما انت بتقول، انت مش هتبقى حاببها، هي زي ما انت بتقول انت ما بتشوفهاش، هي موجوده فيك. هي موجوده فيك، يعني في الناس بتحس ان انت كبير، مش شرط انت كبير في السن فتبقى كبير. مثلا حسام غالي من صغره وهو بتحس ان هو كابتن فرقه زي ما انت بتقول. في ناس كده كتير تحس ان هي كابتن من صغرها، مش شرط تكون كابتن فرقه، ممكن تكون كبير في الفرقه. يعني عاشور وهو صغير مش كابتن فرقه، بس تحس ان هو كبير، له دور وله كلمه وله دور في الفرقه. فدي الحمد لله موجوده. هي اهم حاجه ان يكون الناس بتحبك، دي اهم حاجه، ان يكون زمايلك بيحبوك، ان يكون زمايلك بيثقوا فيك. فهي مش قصه ان رمضان صاحبك او بيسمع كلامك، او هي قصه ان هو بيحبك فبيثق فيك، او تريزيجيه، او كلنا مع بعض يعني.
فهي بتبقى في حب لازم يكون في المقام الاول يعني. سعد، يعني لو قلت سعد سمير ومريت بظروف مش عايز اقول صعبه، لكن تواجدك في النادي الاهلي عاصرت وائل جمعه، كان في نجوم، يعني غبت عن النادي الاهلي موسم، رحت المصري تقريبا اعاره المقاولين، وبعد كده المصري، بعد كده رجعت للنادي الاهلي. ده دليل ان في متابعه من النادي الاهلي ليك، وان في ثقه فيك، وان انت مصر وعندك حاجه عايز تعملها. والله الحمد لله. هو في انا لما طلعت الفريق الاول من وانا صغير شويه كان عندي طموح ان انا العب زي اي لعيب بيبقى يطلع من الفريق الاول في الناشئين عايز ان هو يلعب في الفريق الاول. بس الحمد لله انا الموضوع بالنسبه لي كان مختلف لسبب ان انا ما لعبتش على طول، وانا ما كنتش حابب ان انا العب على طول، لان كنت بشوف زمايلي اللي لعبوا على طول يعني للاسف كانوا لعيبه كويسه جدا بس ما كملوش في النادي يعني. فاحنا في مصر عندنا مشكله، اللعيب لما بيلعب على طول ونجمه بيعلى ده ممكن لو مش مخطط له كويس ممكن يقع، وده اللي بيحصل مع معظم الناس. فالحمد لله ان الموضوع جه تدريجي. الحاجه الثانيه ان الكابتن حسام البدري هو اللي طلعني، هو كان له دور بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا ابقى موجود في الفريق الاول. فكان الكابتن وائل جمعه موجود، وكان وائل جمعه احسن مدافع في افريقيا يعني موجود يعني فضل 10 سنين احسن مدافع في افريقيا. فده كان صعب ان انت موجود واحد بقيمه كبيره. لكن اللي اسعدني ان الكابتن وائل جمعه كان هو اللي بيحفزني، هو اللي بيساندني، كان هو اللي بيقول لي اصبر هتلعب، الفرصه هتجيلك، انا شايف ان انت هتبقى حاجه كبيره في النادي، انت اللي هتشيل النادي بعديها. فكان كل دي حاجات دوافع ليا وحوافز. لما تلعب جنب وائل جمعه اكيد بتستفيد منه. اكيد طبعا يعني اكيد. الحاجات دي بتزودك حتى لو انا بتشرف ان انا لعبت معاه فتره يعني. انا لعبت مع الكابتن وائل حوالي 4 سنين او 5 سنين، فتعلمت كتير جدا غير بقى الجيل اللي كان موجود كله البطولات في النادي الاهلي. فالحمد لله انا بحمد ربنا ان انا عاصرته عشان تحس بقيمه النادي وقيمه البطولات اللي انت بتاخدها. فانت عندك ثقه بنفسك وعندك ثقه في امكانياتك، مهما حصل انت واثق ان انت هتلعب، وده اللي حصل. يمكن انا اللي في الاعارتين اللي طلبت اخرج، النادي ما طلبش ان انا اخرج. عايز تلعب. حسيت ان انا عايز العب. وبعدين انت معاك، انت بتنافس احسن مدافع في افريقيا، مش بتنافس يعني. كنت بقول لرمضان واللعيبه اللي موجوده دلوقتي حظكم حلو ان الاول انت بتتكلم في بركات وابو تريكه ومشوقي، وكان قصه فيلم. طبعا، وجمعه والحضري وسيد معوض واسلام الشاطر واحمد فتحي. فكان في فرقه، وفرقه صعب ان حد يقعد. فدلوقتي انت في عناصر جديده كتير، كويس ان انت ممكن تحط رجلك في الفرقه وتكون موجود. فيمكن انا قعدت فتره وانا في المقاولين كان اكتر واحد بيكلمني جمعه بصراحه، كابتن وائل وتريك بيطمن عليا بعد كل ماتش، يقول لي النهارده كويس، النهارده مش عارف ايه. حتى هو جه في يوم بيهزر معايا وبيكلمني، بس طبعا جمعه اتقفش في ثانيه. الكابتن وائل اتقفش، كلمني على ان هو خليجي وجايب لي عرض، فطبعا كلمني من رقم يعني رقم مميز وكده، والسلام عليكم هلا والله ومش عارف ايه وبتاع. فطبعا اول ما قال لي طبعا انا خليجي جايب لك عرض، فقلت له يا كابتن وائل، فطبعا وقع من الضحك. فالكابتن وائل له فضل عليا بعد ربنا، وتعلمت منه كتير، ومن خلالك بوجه له رساله، وبتمنى له التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله. وهو رمز من رموز النادي الاهلي واسطوره من اساطير النادي الاهلي مش هتتكرر. ودايما انا بقول وائل جمعه في حته تانية خالص، بعيد. زعلت ان هو مشي؟ بعيد عن اي حته تانية اكيد طبعا زعلت، عشان كابتن وائل بالنسبه لنا يعني بغض النظر عن الناحيه الاداريه او قرارات مجلس الاداره، فراق الكابتن وائل يعني بقيمته زي ما فراق ابو تريكه كان صعب علينا، بركات، سيد معوض، الناس اللي كانت موجوده. لا يعني بالنسبه لنا كانت اللي هو انت حسيت ان هو اعتزل. انا ما حسيتش ان هو اعتزل، لان هو لما اعتزل كان موجود معانا في النادي، لكن لما مش حسيت ان هو اعتزل. وانا كنت دايما اقول له انت ظهرنا في الملعب، وانا لما كنت العب جنبه لما في اوقات كنت بحس ان انت تعبان او الماتش مضغوط، فايه كنت ابص عليه، فلما ابص عليه الاقيه متماسك، فانت تمسك نفسك. فكنت بتحس ان في ضغط ليك. فالحمد لله دي الحاجات الواحد اتعلمها منه. والحمد لله بقى كملت المسيره زي ما قلت لك، رجعت المقاولين، الكابتن حسام البدري هو اللي رجعني بعد الاعاره. ومن الحمد لله بقى من ساعه ما رجعت مع الكابتن حسام، والواحد اساسي في النادي، وبعد اعتزال الكابتن برضه الواحد كمل والدنيا ماشيه كويس. والحمد لله الواحد يعني مبسوط. والنادي الاهلي كان بالنسبه لواحد حلم وهو صغير، فالواحد ما كانش مصدق ان هو بيلعب مع النجوم دي وان هو بيلعب في النادي الاهلي. فالحمد لله يعني الواحد بيشكر ربنا. اضغط يا وائل، يضغط وائل يا ولد، راجل 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 وائل
يروح هو بهجمه عنتريه، وائل عدى هوبا يلا يلا ولد يا ولد يا ولد. ممتاز وائل، ممتاز جمعه اللي يدي 90 دقيقه في المستطيل هو اللي يبقى معلم. وائل جمعه بيلعب، شوف الحنكه، شوف الثقافه، شوف الاداء، ارفع راسك انت مصري ممتاز. رمضان صبحي يعني قصه سعد لو تشاركنا في الحوار، قصه مختلفه. دايما يقول لك ايه، خليفه ابو تريكه، شبيه ابو تريكه، شبه ابو تريكه، يعني مر علينا ناس كتير ونجوم كتير جدا، لكن بالفعل اللي حسيت يعني اما ببص له في الملعب واشوف طريقه لعبه، واشوف جريته، بحس ابو تريكه، مهارات ابو تريكه، يعني بالفعل رمضان صبحي يعني الاخلاق. لا اخلاق سيبها شويه ولا ايه يا سعد؟ لا ده انا قلت له يعني هو اللي بيجيبوا النبي والله العظيم، هو اللي بيجيبوا النبي. لا ابو تريكه وانا قلت رمضان من اول ما طلع، هو فاكر هو يقول لك دلوقتي. قلت له اي حد يقول لك ابو تريكه قول لهم انا ماليش علاقه بابو تريكه. ابو تريكه في حته تانية، يعني لازم نعترف بكده، مش قصه اخلاق، فنيا ابو تريكه وبركات وجمعه، يعني ابو تريكه بالذات في حته تانية خالص، مش هيجي تاني. ابو تريكه وبركات مش هيجي تاني. بس انا براهنك على رمضان صبحي فنيا، ابو تريكه جاي تاني. اسلوب لعب رمضان مختلف عن ابو تريكه بس خالص. بس جري، لكن الجري ممكن، لكن لا تريكه ما هو رمضان نفسه يقول لك يعني على ابو تريكه. خليه هو هتقول ايه؟ لا انا زي ما قلت، انا قلت قبل كده اللي هو ابو تريكه، زي انا ما قلت، طلعت قلت ابو تريكه حاجه وانا حاجه تانية. الناس افتكرت ان انا لا، انا عايز ابقى انا اعمل حاجه لنفسي وشخصيه لنفسي خالص. هو زي ما سعد قال لك، هو ابو تريكه في حته تانية، زي ما هو كان بيقول لي اول ما طلعت، ابو تريكه في حته تانية، وده يعني ده مش هيتكرر تاني، ده من وجهه نظري، فاهم؟ انا شايف اللي هو يعني بعيد جدا عني جدا، لسه ما وصلتش. حتى الناس بتقول خليفه ابو تريكه، لا لسه بدري ولا لسه عملت حاجه اصلا. فانا شايف الناس لما بتقارن دي حاجه كويسه وحاجه تبسطني وكل حاجه، بس انا شايف اللي هو الفرق لا كبير جدا يا مهيب، لسه شويه. بس احنا حاسين ان انت في موهبه، ممكن تقدر تعمل حاجه للنادي الاهلي، وممكن تكمل مسيره ابو تريكه. انتوا اللي شايفين، فيعني الناس هي اللي شايفه، فانا ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم الفتره اللي جايه ان شاء الله. يعني الناس لما بتتكلم دي حاجه بتبسطني وكل حاجه، بس طبعا كل ده بالاجتهاد والاجتهاد في الملعب، فان شاء الله ده اللي انا هحاول اعمله الفتره اللي جايه للنادي زي انت ما قلت. بس فيعني كل اللي عندي اللي انا اتمرن كويس، واقصى حاجه اقدر اعملها للنادي طبعا هقدمها له، ده عشان ده هيبقى اقل حاجه طبعا هقدمها له. انت عديت المرحله ديت، مرحله ان انت ابو تريكه دلوقتي شايف الناس بتقول رمضان رمضان رمضان، والدليل على ده وجودك في منتخب مصر. طبعا زي ما انت ما قلت، هي ممكن مثلا اكون عديت الحته. انا اول ما طلعت كانت الناس بتقول على طول ابو تريكه، حتى انا لما طلعت قلت لا، انا مش ابو تريكه، انا رمضان. الناس زعلت مني، مع اني انا بص، انا من جوايا بموت ابو تريكه، مبسوط جدا طبعا. فانا زي ما قلت لك، انا بالنسبه لي ابو تريكه ده في حته تانية خالص. فالناس دلوقتي لما بتقول رمضان ومش عارف ايه، دي طبعا حاجه تبسطني، اللي هم بقوا حسوا ان انا ليا شخصيه، حسوا ان انا يعني راجل مثلا بأدي الشغل اللي عليا في الملعب بعيد عن ابو تريكه، بعيد عن اي حاجه. فدي طبعا حاجه تبسطني، بس لما حد بيقارني انا بابو تريكه، دي حاجه من جوايا انا. حتى لما انا بطلع اقول لا انا حاجه تانية، دي حاجه من جوايا، ببقى مهيب فرحان جدا طبعا. ابو تريكه طبعا حاجه كبيره جدا. لو قلت رمضان من مواليد الماتشات الصعبه، يعني بدايه تألقك والناس عرفت رمضان صبحي لما احرزت في مباراه الاهلي والزمالك في الناشئين، احرزت 3 اهداف تقريبا او هدفين حاجه كده، يعني رقم من الاهداف. لا دي كانت بطوله في الامارات. كنت انا ساعتها لعبت ماتش مع النادي الاهلي بتاع المحله دوت، بداته وكابتن وائل اتطرد، فطلعت اول 28 دقيقه مثلا او حاجه كده بس. فبعديها يعني انا الماتش ده لعبته في شهر 1 او شهر 12، بعد كده قعدت لحد شهر 4 بتمرن بس في الدرجه الاولى، واروح المنتخب اتمرن. بعد كده جت سفريه للنادي الاهلي في مواليدي انا بقى 97 بس، فسافرت معاهم الامارات، فعملنا بطوله جامده جدا. كنا بنلعب ناس اكبر مننا سنيا في العمر. لعبنا اتلتيكو مدريد كسبناها، لعبنا بوتافوجو البرازيلي، لعبنا الوحده، ولعبنا كذا ماتش كده تاني بس. فهي البطوله ديت الحمد لله الواحد ظهر بشكل كويس جدا، الناس اتكلمت عليه كويس. هي من هنا بقى مهيب، الناس قالت كده ليه؟ انا جبت جون فاول، وانا في الفاولات سعد يقول لك انا عامل ازاي. مميز في الفاولات. لا ما يعني الكرة لو جت الواحد بيستعيذ بالله من الشيطان يعني. فجبت جون فاول يا مهيب. كده احنا ابتدينا
فجبت جون فاول لا كده ابتدينا. لا بس الجون ده حلو. يعني الجون ده حلو جدا بصراحه. انا قلت له انا ما اعرفش انت جبته ازاي. يعني هو رمضان في الفاولات زي في الركنه كده بتاع العربيه. يعني هو والله بجد هو ما بيعرفش يركن خالص. فهو في الفاولات. فانا قلت له جبت الجون ده ازاي ما وبعدين بقى ايه رجع الفريق الاول فبيفكر كده بنعمل تمرينه ففكر ان هو يشوط فقمت شد قلت له تعالى نقعد انا وانت نعمل اطالات احسن يعني. بنرفع بشمالنا. فبعد كده جبت الجون فالناس جابت جون لابو تريكه اللي هو في كاس العالم للانديه وقال لك اهو ابو تريكه بالظبط النادي الاهلي ومش عارف ايه فقعد بقى ايه يقولوا كلام كده حتى رمضان. انا قلت له لازم تفصل لان في فرق لما حاجه بتيجي معاك فيها توفيق. في فرق بين ان ده يعني انا بقول له حته ابو تريكه ليه الناس مطالباه كمهيب مطالباه ان هو يبقى ابو تريكه. صعب جدا في سنه. صعب جدا. ابو تريكه ما بقاش ابو تريكه يا جماعه الا يعني من بدايه وكميه ظروف مر بيها لا وغير ابو تريكه الموهبه نفسها كبيره. ابو تريكه اتظلم ان هو ما كانش في احسن انديه ترسانه في اوروبا كتير ان هو ما احترفش كمان. فهو بيضغطه وهو صغير ان احنا عايزينك تبقى ابو تريكه بكره عايزينك تبقى ابو تريكه. قلت رمضان كام سنه ممكن الناس هو عايز يكبر نفسه كمان 19 يسنن لا هو عشان حاجات تانية يعني يبان ان هو كبير عشان الرخصه مستقبله والرخصه يعرف يخرج. انت في مصر ما بتعرفش تسمع نجم حابب او نفسك ان هو يشوفك وانت دلوقتي جت فتره النمو يعني ربنا كرمه يعني نفخ في صورته ده نفخ جامد. هو كان على طول بيقول لي لما كان بيجي يتمرن معانا يقول لي انت تطلع الدرجه الاولى انت لعيب كويس مش عارف ايه. عمري اقسم بالله ما دخلت على موقع شفت الناس كاتبه ايه. حد في مصر يبقى واثق من المعلومه. انت كل الفيلم ده عشان الكلام اللي احنا قلناه قبل كده وقالوا عليك ان رمضان صبحي زملكاوي. وبعدين كل مثلا يتكلم لو رمضان ده التزم ايوه التزم عمل ايه؟ عمل ايه يعني هيلبس جلابيه وينزل يبيع سباحه. يعني هي برضو السؤال احنا عايزين نفهم التزم يعني ايه؟ نتمنى بقى ان هو ربنا يوفقه الفتره الجايه يلاقي شريكة حياته اهم حاجه عشان الموضوع ده شغله. في بنات كتير قوي بيكلموه الفتره دي. هي دي النقطه بقى اللي احنا عايزين نلحقها بس الحلقه كلها مش هتبقى تطبيق. في صوره دايما بتنزل لك بواحده معجبه معينه. يعني اي حد يا جماعه هيشوف رمضان هو بيدور. بس انت عاقل يا سعد. مش قوي. انا اقعد اضحك لما حد يقول لي انت كيوت قوي. هو على طول بيقول لي انت كيوت وبيعمل حاجات تانية بس ما ينفعش اقولها. يا لعيب يا كبير قوي يا محمد يا ابو تريكه. الكيك يا ابو تريكه حبيب قلبي. ابو تريكه ما بقاش ابو تريكه يا جماعه الا يعني من بدايه وكميه ظروف مر بيها لا وغير ابو تريكه الموهبه نفسها كبيره. ابو تريكه اتظلم ان هو ما كانش في احسن انديه ترسانه في اوروبا كتير ان هو ما احترفش كمان. فهو بيضغطه وهو صغير ان احنا عايزينك تبقى ابو تريكه بكره عايزينك تبقى ابو تريكه ينزل يكسب النادي الاهلي. رمضان صغير منتخب مصر انا بقول لك هو ضغطوه. يعني لو قلت رمضان كام سنه ممكن الناس 18 سنه يعني 19 هو عايز يكبر نفسه كمان 19 يسنن لا هو عشان حاجات تانية يعني يبان ان هو كبير عشان الرخصه مستقبله والرخصه رخصه عربيه يعرف يخرج. لا ملوش في الخروج هو ملتزم بصراحه. ايه بتبص لي ليه؟ ايوه لا يعني هو انا عارف خط سيره بصراحه تمام يعني تمام تمام لحد دلوقتي طب قابلني بقى
يعني هي دي النقطه بقى اللي انا بقول لك عليها. هو الجون بقى مهيب اللي عمله، وكان المعلق كابتن كان بيتكلم على الجون. لا بيتكلم على الجون، لا هجيله في النقطه. بيتكلم على ايه؟ هي دي النقطه اللي عايز ايه بقى النقطه؟ ايه النقطه؟ الالتزام؟ لا اللي هي الخروج، يعني انت لحد دلوقتي تحت سيطرته، لكن هو مش عارف بكره في ايه. لا هو ما كانش عارف قبل كده في ايه وبكره في ايه زي ما انت قلت، بس هو عارف انا كل حاجه بعملها، يعني انا بقولها له. هو زي ما قال لك، هو انا بعتبره اخويا الكبير، وفي حاجات كتير جدا بستشيره فيها. ايه رايك بستشيره ده تساعد حلوه؟ بس هو في حاجه مهيب، هي القصه برضو مش قصه ان انت بتتكلم في حته ان انت فجاه بتبقى لعيب عندك 18 سنه او 17 سنه، والنادي الاهلي ومنتخب مصر والناس كلها والاعلام، ودي برضو بتبقى مشكله ان انت بتقوم مدي اللعيب 1 2 3 ومكبره، مش عارف يمشي في الشارع، الناس كلها بتصور معاه، وبعدين فجاه اي تصرف بتحاسبه عليه. طب ما انت اللي ما مهدتلوش الموضوع، انت خدته على طول، انت ما بتعرفش عملته نجم. انت في مصر ما بتعرفش تصنع نجم، انت فجاه بتقوم مطلع ده، وفجاه بتقوم، لان انا عصرت عفروتو وعصرت احمد شكري وشهاب. عفروتو ما كانش بيعرف يمشي في الشارع في اول ما لعب، وفجاه مع اول غلطه وطلعت ومحمد طلعت، وفجاه مع اول غلطه وقمت ذبحه وقمت مبطله كوره. طب انت ليه ما جبتش رمضان مثلا وقلت له خلي بالك 1 و2 و3، انت دلوقتي مسؤول، انت دلوقتي تحت مسؤوليه، في جمهور كبير متابع النادي الاهلي، في جمهور بتاع منتخب مصر، انت مطالب منك 1 2 و3، وعليك 1 2 3 وليك 1 2 و3، تعلمه بحيث ان هو لما يجي يغلط يبقى انت راسم له حياته بشكل كويس. لكن هو دلوقتي اي تصرف انت بتاخده عليه ما حدش كلمه، غير ان رمضان له ظروف خاصه. رمضان وحيد، وهو ووالدته واخته، ووالده متوفي، وهو كان مرتبط بوالده جدا، وقيس على كده لعيبه كتير. فده كان دور اللعيبه الكبيره اللي موجوده في النادي، او دور، مش هقول لك دور انا، دوري وناس كتير، ان انت بتحاول ان انت اللي انت مريت بيه، لان احنا صغيرين برضو اكيد انت غلطت، وانت صغير بيبقى في تصرف، لكن بيجي حد يعلمك، فده بيبقى دورك ان انت مش هتذبحه بقى، مش هتقول له انت عملت كذا. لكن في مصر في مشكله ان الانطباعات بتدوم، ان رمضان مثلا قال له ده خرج مره او مش عارف، راح الانطباعات بتدوم يا جماعه. الانطباع الاساسي على رمضان ان هو راجل بيسهر، وهو ما بيسهرش خالص، خلي بالك، يعني رمضان مش كان هو بيسهرش خالص، فالانطباع بيدوم. وعلى لعبه كتير، فدي مشكله، غير بقى ان في لعيب بيبقى ده طبعه. فزي ما انا بقول لك، هو الموضوع عايز يبقى احنا ما بنعرفش نفصل، ما بنعرفش، لا ما بنعرفش نفصل الحياه الشخصيه، ما فيش توازن. الحياه الشخصيه كل واحد حر في نفسه، كل واحد ممكن يعمل وقت الفراغ بيديه كويس، وقت الشغل يديه كويس، ما عندناش. لا مش موجود على طول. سعد دلوقتي اتعرفت، سعد سمير اتعرف في النادي الاهلي ومنتخب مصر، المنظر عليه، رمضان صبحي المنظر عليه. لو عملت كده يا ويلك. وبعدين انت ما حدش، احنا كلنا معرضين لا ولسه اقول لك نقطه، انت ما حدش مطالب ان هو يحاسب حد بالظبط. يعني انت مين عشان تحاسب، او انت او يعني مع احترامي يعني بالزبط. انت هو مثلا انت بتلعب في النادي هو المسؤول عنك بالزبط. او المسؤولين في النادي هم المسؤولين عنك لو في تصرف، لكن ما فيش حد يوصي نفسه ان هو يبقى وصي عليك، او ان هو يبقى طول ما انت في الحدود اللي هي المسموح بيها يعني بالظبط. يعني انا شايف سعد بيقول كلام مهم جدا والله بجد، يعني خلينا نتكلم جد شويه عشان بعد كده انا عارف هي هتقلب ايه. فبيتكلم عليك كلام كويس جدا. اولا يعني في توازن، في حاجات انا اعتقد ان رمضان صبحي حتى لو ما وصلتلكش دلوقتي فانت لسه بدري عليك ان هي توصل. لا بص، هو زي ما سعد قال لك، هو سعد بيتكلم في نقطه، هو سعد عشان عارفني كويس، فاهم؟ هو في قال لك مثلا هنا في مصر زي ما قال لك الانطباع هو اللي بيدوم، اللي انت بتعمل ما فيش حد ما غلطش مثلا وانا ما اجرمتش، يعني مثلا هو سعد عشان عارفني كويس، وزي ما قال لك انا كنت مرتبط جدا بوالدي ومش عارف ايه وبتاع، فهو مثلا سعد جه فهمني انت يعني انت دلوقتي راجل مسؤول مش عارف ايه، الناس عارفاك، فانت توافق. لا من 5 سنين. كنت حابب او نفسك ان هو يشوفك وانت دلوقتي؟ طبعا كان امنيه حياتي. هو طبعا كان بيجي معايا على طول ماتشات الناشئين، يعني انا كنت تعبه معايا والله، كان بيجي معايا على طول من يعني مدينه نصر، ده مشوار كبير جدا، فهو كان بيجي معايا على طول وبيتفرج على الماتشات، وهو اللي كان مساندني في الموضوع ده يعني على طول. بس فهي زي نرجع للنقطه بتاعت سعد تاني، اللي هو عارفني كويس، يعني سعد عارفني كويس، ان انا اي حاجه مثلا بعملها بقولها له، وهو عارف اللي انا اصلا كويس. سعد عارفني من الناشئين، يعني سعد بيتهيألي عارفني مثلا من وانا عندي 12 سنه ولا 11 سنه، بقى لنا 8 سنين اهو. فكان بيجي يتمرن معانا ساعات، لما كان بيجي يتمرن معانا فكان هو الوحيد اللي بيقول لي ايه، اول ما شافني قال لي انت تطلع الدرجه الاولى. انا ما كنتش حاطط انا ما كنت والله العظيم والله اول واحد قلت له انت تنبأت له انه يطلع درجه اولى، اول واحد قلت له، هو حتى قعد يضحك قال لي ازاي، وبعدين رمضان ما كانش جسمه كده، الناس بتستغرب لسنه، رمضان كان جسمه قليل عادي، بس هو لما يعني جت فتره النمو يعني ربنا كرمه، يعني انا نفخ في صورته، ده نفخ جامد
ف يعني ربنا اداله من واسع، يعني ربنا يحميه. بس يا مهيب، فكان لما بيجي يتمرن معانا ربنا كرمه بقى وطلع الفريق الاول، وهو حتى فاتفضل كمل. بس فكان عندي 13 سنه، فلما كان بيجي يتمرن معانا فانا ما كنتش حاطط سيناريو. حتى انا كنت بقعد مع سعد على طول في الاوضه، فبقول لسعد انا ما كنتش متوقع ان انا هطلع وانا عندي 17 سنه او 16 سنه ونص، يعني 17. فما كنتش متوقع. انا كنت بقول له انا راسم سيناريو لنفسي، انا يعني كنت بقول ان شاء الله هطلع الدرجه الاولى بس وانا عندي 20 سنه. فاللي انا طلعت، وهو كان على طول بيقول لي لما كان بيجي يتمرن معانا يقول لي انت هتطلع الدرجه الاولى، انت لعيب كويس مش عارف ايه. طلعت بقى وهو عشان سعد، انا زي ما بقول لك سعد عارفني سعد عشان عارفني من وانا صغير بقى لي 8 سنين. فهو عارف انا ايه كويس يا مهيب، عارف ان انا ما بعملش حاجه غلط، عارف ان انا ملتزم. فهي الحاجات دي كلها عشان هو بيتكلم كده بثقه عشان عارفني. بس فعشان كده انا بقول لك بقى هي دي النقطه. فالناس بتاخد انطباعات، فالناس يعني انت اعرفني كويس بعد كده قول ده وحش ولا حلو، انا ما عنديش مشكله. اعرفني كويس واعرف ان رمضان ده وحش. مركز شويه في الاعلام ده وحش والله خالص، ولا تركز شويه خالص يا مهيب. اسال، بص انا عمري اقسم بالله ما دخلت على موقع شفت الناس كاتبه ايه، عمري ما بتفرج اصلا على التلفزيون ده بيقول ايه، عمري ما بتفرج على اي حاجه الناس بتقولها، ولا في دماغي اي حاجه اصلا. الناس اللي تتكلم بس انا قصدي يا مهيب اللي يتكلم دوت لو هو واثق من المعلومه يقولها، انا ما عنديش مشكله. هو في حد في مصر بيبقى واثق من المعلومه؟ لا بس هم شغلش بالك ما هم بيطلعوا يقولوا يا سعد بتحس ان هم واثقين اللي هم عارفين. هو بيحسسك ان هو واثق، لكن طبعا صعب يعني. شغله هيشتغل ازاي؟ قليل يعني، قليل اللي بيبقى واثق في المعلومه او بيدي معلومه صحيحه، قليل بصراحه يعني. لو هو واحد طالع مثلا قال رمضان دوت ده مش كويس، انت واثق من كده خلاص قول انا ما عنديش مشكله لو انت واثق من كده، لكن انت تبقى مش واثق من كده والناس كلها تطلع تقول. فاهم قصدي؟ انت كل الفيلم ده عشان الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، وقالوا عليك ان رمضان صبحي زملكاوي، ده كل اللي شاغل دماغك. لا والله لا هو بيتكلم في النواحي اللي الناس كانت بتتكلم فيها، ناحيه نواحي السلوك والنواحي الاخلاقيه ايه هو لحق؟ ما هو بقى هو لحق سلوك. ما انا بقول لك هو التصنيف بقى معانا اهو في إيمان. وبعدين كل مثلا يتكلم لو رمضان ده التزم، ايوه التزم، عمل ايه؟ التزم عمل ايه يعني هيلبس جلابيه وينزل يبيع سباحه؟ يعني هي برضو السؤال احنا عايزين نفهم التزم يعني ايه؟ هو راجل بيتمرن النادي الاهلي بيلعب اساسي، ربنا يحميه، تاتشود وفي منتخب مصر وبيلعب. طب انتوا عايزين ايه من عيل عنده 18 سنه؟ فهو انت بتتكلم الالتزام اللي احنا شفناه او الناس اللي شافتنا بتركز تمرينك وتركز في علاقتك باهلك. شايف تمرين بيهرج؟ لا بالعكس بامان رمضان. طب يا جماعه سعد سمير انا عارف الراجل ده جد، وقت الجد جد، وقت الهزار هزار، وقت المسخره مسخره. رمضان صبحي ملتزم في التمرينات؟ ما انا بص بقول لك والله رمضان تفكيره اختلف السنه اللي فاتت يعني بقى له سنه بالظبط. يعني لا تحس ان هو كبر لان انت الكلام معاه والكابتن علاء عبد الصادق والكابتن وائل جمعه لما كان موجود، الناس دي لها دور معاه ومع والدته، ان هو ان انت خلاص انت مجبر ان انت لاعب اساسي في الفرقه، فلازم انت تبقى عارف ان انت قد المسؤوليه. فهو من نفسه في حاجات كتير اتغيرت في حياته، تمرينه اتغير. يعني دلوقتي بقى يتمرن اكنه مثلا لاعب كبير، يتمرن بقوه لان انت في لعيبه صغيره فاهمه تقول لك ايه لا انا ما اتمرنش قوي بس في الماتش هبقى كويس. هو حتى اللعيبه يخاف يخش على اللعيبه الكبار فده غلط. التمرين هو اللي هيخليك كويس في الماتش. فهو طبعا تمرينه اتغير، حياته اتغيرت، الشخصيه تفكيره اتغير في الماتشات. بس فنتمنى بقى ان هو ربنا يوفقه الفتره الجايه يلاقي شريكه حياته، اهم حاجه عشان الموضوع ده شغله يعني. بنات كتير قوي بيكلموه الفتره دي. هي دي النقطه بقى اللي احنا عايزين نلحقها بقى. طب انا هرجع لك تاني في النقطه دي، لكن اخد منه الاول الكلام عشان انت تعرف ترد عليه. ما تسبقش انت تعرف تروقه. بس الحلقه كلها مش هتبقى تطبيل. لا خلاص احنا طبلنا. احنا كان بقى لنا دلوقتي ربع ساعه تطبيل. مش تعالى بقى يا نجم بقى، اخبار المزز والمعجبات والناس اللي بتلاحقك والناس اللي بتطاردك والانستجرام وايه تاني يا سعد؟ قول لي. الانستجرام بس. بص ابتدى يسب عينيه. لا هو زي ما سعد قال لك انستجرام واتساب ومش عارف ايه. بص هو فيها مهيب الطبيعي اللي في ناس بتكلمك ماشي، بيجيبوا رقمك منين انا مش عارف، حتى انا غيرت رقمي كذا مره ماشي. ده طبيعي. انت استغربت انت انا ما استغربتش. انا هو ده الراجل ده هيأمن على الكلام بس اما يخلص خالص ونبس وحات ابوك حاضر اما يخلص خالص. بس فانا عشان كده غيرت رقمي ماشي. الناس مش عارف بتجيب برضو رقمي منين، فبرضو غيرته تاني. فدلوقتي الحمد لله خلاص ما بقاش مع حد. في ناس بتجيب رقمك وتفضل تكلمك ومش عارف ايه يقولوا لك ايه بقى؟ ايه لا كلام كتير، انا نفسي اتعرف عليك مش عارف ايه، بس انا يعني ولا شاغل بالي بيهم خالص ولا برد عليهم. كان في صوره دايما بتنزل لك بواحده معجبه معينه على طول ربطوها بيك.
دي ايوه بالظبط كده. مفيش لا والله ما سكتش. فكر يقول ايه؟ لا بس شويه فكر يجري. والله ما سكتش ولا اي حاجه، بس هي معجبه جامده؟ ايه الصوره معجبه جامده؟ لا الصوره نزلت يا مهيب، اتصورنا ومش عارف ايه. انا كنت اعرفها يعني رحت عيد ميلاد واحد صاحبي بس، فشفتها هناك فهي اتصورت معايا صوره بس، وبعد كده خرجنا برضو مع اصحابي دول. كانت صوره واحده؟ لا ده مهندسين. كمل بقى، انا هاخد في الاخر لما طيب بس هي صوره واحده؟ اسمع، لا هم صورتين. لا اللي نزلوا صوره واحده. اللي نزلوا ده كانوا صوره، من دلوقتي بقى صورتين. كلام. لا هم صورتين. ما انا بقول لك، انا في عيد ميلاد، كان عيد ميلاد واحد صاحبي بالظبط كده، صورت معاه صوره. مره تانية كنت خارج برضو مع ناس صحابي بس، فهي يعني لقيتها فبرضه اتصورت صوره تانية، فهي نزلتها على انستجرام، فالناس بقى طلعت تقول اي كلام، مش عارف صديقه رمضان صبحي ده خطبها، رمضان صبحي مش عارف ايه. في اليوم دوت يا مهيب انا اتاخرت على التمرين. ماشي، انا اول مره دي كنت اتاخر عن التمرين وطلعت بره الماتش واتعاقبت من النادي. فالناس بقى علقوها بايه؟ اللي انا اتاخرت من التمرين انا كنت معاها. طب ايه العلاقه بقى؟ يعني إيه الصوره نزلت في نفس اليوم، قال لك ده اتاخر من التمرين، ده كان معاها، ده رمضان صبحي خطيبها، ده رمضان صبحي صاحبها، مش عارف ايه، وما فيش الكلام ده خالص. فالناس انا كنت بتكلم في النقطه دي من شويه يا مهيب، اللي انت لو واثق من، طب انا خطبتها فين؟ هم دول الصورتين اللي نزلوا والناس بتدي علاقه بيها، لكن انا مش شاغل بالي باي حد بيتكلم، ولا اصلا شاغل دماغي باي حد بيقول حاجه عني وحشه او حلوه يا مهيب. انا مركز في شغلي، مركز في تمريني، مركز دلوقتي مع النادي، مع منتخب مصر بس، فمش مركز بقى في اي حد مثلا يفضل يتكلم. هي الطبيعي يا مهيب اللي الناس تفضل تتكلم عنك ويقول لك ده بيتكلم وده مش عارف ايه، بس انا دي بالظبط اللي انا قلته لك، ده اللي حصل. اي حد بقى يقول كلام تاني بالظبط، لا زود كلمه ولا ناقص كلمه بس، ولا زودت ولا نقصت، ممكن اكون بس بالظبط كده. فاي حد بقى تاني هيفضل يقول لك اي كلام تاني، فده ما تشغلش دماغك. في حاجه تاني اللي انا قلته لك ده، حاجه تاني غير العيد ميلاد والمرتين؟ لا والله هو ما فيش غير دول بالظبط كده. ماشي، في صور تانية ولا اي حاجه، بس هو اللي انا بقول لك عليه، اللي انا زي ما سعد قال لك، انا بدور دلوقتي على شريكه حياتي بقى، نفسي بقى لسه 18 سنه بدور. لا انا عندي، بقول لك انا 19 مش عارف. انا هيكلموك بعد الحلقه. ادي بقول لك ايه، ده ابراهيم عبد الخالق، احكي لك موقف على ابراهيم عبد الخالق دلوقتي بس. ادي انا والله العظيم كلموه. مين اللي كلمه؟ بص هو عمل معايا لقاء، قال انا مستني اعمل اللقاء ده عشان اقول يا رب ربنا يكرمني بشريكه حياتي. فكلمني وانا في اخر السفريه كده كنت مسافر، قاعد قال لي من بعد الحوار ده البنات كلها بتكلمه. لا بس انا ابراهيم هيعاني شويه عشان ابقى ابراهيم عبد الخالق والله انت قلت ايه؟ هيعاني شويه لحد ما هيعاني شويه ليه؟ ده بيبي فيس. لا ده انا بهزر والله، ده جميل من الناس المحترمه ابراهيم، جميل جدا. بعدين بلدياتي كمان فابراهيم ببارك له ان هو راح نادي الزمالك طبعا وربنا يوفقه. لكن ده انت بتتكلم برضو، هي مشكله ده ان ده امور برضو، فالبنات مسهوكه بتحب ايه؟ العيال الامامير، فبتقعدوا بقى انا كنت على طول بقول لسعد انا عايز اتجوز بدري من زمان، حتى من قبل الدرجه الاولى انا عايز اتجوز بدري، بس لسه عشان الفتنه ممكن، بس فلسه بقى الواحد بيدور ان شاء الله. يعني الواحد انت بتدور دلوقتي. يمكن ربنا يكرمه يعني اي حد يا جماعه هيشوف رمضان هو بيدور. ايوه، فلو لقاني ممكن اكون قاعد بدور. التدوير ده بقى هيقعد كده بيدور. طب انا عايزك تعلم، ما تقفش في حته يقول لك انا بدور. احنا كل ما نشوفك مع واحده تقول لي بتدور ايه؟ بتدور مطلوب. حلو طب علق بقى على الكلام اللي قاله ده. لا هي المعجبه دي لها قصه ثانيه يعني، دي كان سبب خلاف ما بيننا يعني. خلاف ما بينكم انتوا شخصيا؟ طبعا. لان انا قلت له يا ابني ازاي دي تعدي من تحت ايدي، ناولني اي حاجه. إلى كل النساء مصر، رمضان صبحي عايز يتجوز بدري. طبعا انت في اي حد في بدايته وانت بتلعب، الشهرة دي ممكن تكون نعمة وممكن تكون يعني زي ما بيقولوا نقمة. هدي يا ريس في اللفة شوية بقى عشان ناخد شوية الهوا دول. وانت صغير كلنا كنا نحلم ان احنا نلعب في النادي الاهلي زي ما بقول لك، او في الانديه الكبيره، ان انت تبقى، هي القصه مش ان انت تبقى مشهور، انت عايز تلعب، فالشهره بتيجي بعد كده، فممكن تبقى يعني ايه حاجه تضرك بعد كده. فهي القصه ان في ناس هتكلمك زي ما قلت لك، كلنا وانت صغير في ناس هتكلمك، لكن طبعا في حاجات تضحك. يعني مثلا ممكن تلاقي حد يكلمك مثلا والبنات كلها بتيجي تتكلم. دلوقتي الوسائل الاتصال كترت، فحتى تلاقي الاجيال اللي قبلك بتحقد على الاجيال اللي موجوده دلوقتي. الاول كان مفيش الا الكاميرا في الملعب وقناه ثالثه ومفيش حاجه. فدلوقتي الموضوع انتشر كتير، لكن برضو بيني وبينك
الاجيال اللي فاتت اعقل شويه من الاجيال الموجوده دلوقتي، يعني اعقل مننا واعقل من اللي جاي. بس انت عاقل يا سعد مش قوي يعني. بس بقى امسك عليك حاجه، شيطان ده انا سايب. بص انا عمال يقسم على مصر كلها. انا مش بس انا سايبك بقى، اجيبك بقى شويه. انا بقول لك انا يعني امال ايه؟ مهم صايع يا اخي، عارف كل حاجه بقى. ما تقلقش. لا ما انا بقول لك انت بتهزر. انا عن نفسي انا يعني بهزر كتير بس انا ممكن تكون خروجاتي قليله، بحب قعده البيت، بحب اقعد اتفرج على التلفزيون. القليله دي اللي فيها الخلاصه. انا ما انزلش اللي عايزني يجي لي ما بنزلش. رقابه لا زي ما انا بقول لك والله، وانت صغير فبيبقى في ناس كتير بتحاول تكلمك، ناس كتير بتحاول توصل لك. فهي القصه في حاجه ان اي حد هيبقى له ناس بتكلمه، ممكن تكون بنات ممكن تكون ولاد، لكن المشكله دلوقتي بيبقى في بنات كتير. فالقصه في حاجه ممكن لما حد مثلا، انا اقعد اضحك لما حد يقول لي انت كيوت قوي. طبعا بتكذب عليك اكيد، يعني اكيد بتكذب عليك. طب هي لو قالت كيوت لرمضان لا ممكن اكيد. انا عن نفسي اقول له انت كيوت. لا في فرق. لا سعد بص، اعمل ايه طيب؟ هو على طول بيقول لي انت كيوت وبيعمل حاجات تانية بس ما ينفعش اقولها. لا قول. بص هنا البرنامج الوحيد اللي تقدر تقول فيه كل حاجه. احنا لا في استوديو، احنا في قاعده اهي وعلى النيل والسماء والميه وكل حاجه قدامك. انطلق. لا بس هو شايفني كيوت. هو شايفك كيوت من زمان. انت ولا؟ بص انا هنخش في بقى عشان ايه؟ يعني الواحد ما بيحبش يتكلم عن الناس. يعني في ناس مش موجوده ما بيحبش يتكلم عليها، في ناس لسه مسافره بلجيكا دلوقتي وربنا يكرمها وبدايه مشوارها. ابوس ايدك ابوس ايدك. فده مثلا لما تيجي تقول له انت كيوت، دي طبعا كارثه. يعني طبعا انت عارف قصدي على مين؟ تريزيجيه. طبعا انا مش عايز اقول تريزيجيه. نقولها صح، بيعمل حاجات ما ينفعش نقولها يعني. طب ايه رايك يا سعد؟ عشان بس ايه، ده موضوع مهم جدا. انا هاخد فاصل ونرجع مباشره على الكيوت الجميل بتاعنا والقادم بقوه، واللي مؤتمر الصحفي بتاعه انا اللي فتحت. هيبقى مفتتح من خلال النجم الكبير سعد سمير ورمضان صبحي. بعد الفاصل متواصلين معاكم، خليكم قاعدين. المؤتمر لما يكون موجود مش هيعرف يقول حاجه، كل الاسئله مجاوب. يعني كل التاني يساله هو. الحمد لله انا مبسوط انني معاكم، وده كان حلم نفسي احققه والحمد لله ان انا حققته. تريزيجيه اكتر لعيب ملتزم تقريبا في مصر. يمشي وهو نايم تقريبا. ممكن يبقى حد معدي جنب الشباك فخياله يبان عفريت. فعفريت انت هتجنن امي بقى. المعجبه بتاعت رمضان كنا في حته مسماها ياتم. انا كل بطوله بتحارب عليها ان انت تاخدها. في الفريق الاول اول ما طلعت خايف اخش على بطريقه. الى كل النساء مصر. رمضان صبحي عايز يتجوز بدري. Hello fans, I am happy to be in Belgium. مرة تانية أعزائي المشاهدين مع نجومنا، نجوم الملاعب ونجوم الكرة المصرية ونجوم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني. واحد من أفضل المدافعين في مصر، وأعتقد إن هو صخرة منتخبنا والنادي الأهلي الجديدة سعد سمير، ونجم النادي الأهلي يعني، وزي ما قلت مستقبل النادي الأهلي، ومن أحرف اللعيبة اللي موجودة في مصر والنادي الأهلي رمضان صبحي. والاثنين دول أنا بحبهم جدا، يعني بعشقهم سواء في الملعب في لعبهم او خارج الملعب في سلوكياتهم. هم بيحبوا يهرجوا بيحبوا يضحكوا، لكن اتنين من اطيب الشخصيات اللي ممكن تلاقيها ما بين نجوم الكرة المصرية. برحب بيكم مرة تانية سعد سمير نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، رمضان صبحي نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني. برحب بيك يا مهيب واهلا وسهلا بيك. وفي الجزء الثاني اهلا وسهلا بيك يا مهيب. في الجزء يا جماعه دلوقتي بس قبل يعني عندنا حاجات كتير جدا على رمضان وعلى سعد، بس
في لقطه مهمه جدا، هي لقطه يعني بالنسبه لهم تاريخيه، المؤتمر الصحفي للنجم الكبير النجم محمود حسن تريزيجيه. اللي هيقدم المؤتمر الصحفي ده هو نجمنا الكبير سعد سمير. الفيديو ده كارثه ده. هو طبعا عمال يحلفني ما نزلوش، لكن قلت له ان شاء الله اول ما تسافر. احنا مش هننزله، احنا هنقوله. لا هي حلاوه الفيديو ان كان معظم الفرقه موجوده. انا ممكن ابقى اديهولك تنزله. طب ناخد حته منه تبقى تدخله في الحلقه. لا بلاش. ليه هيزعل؟ لا هو الفيديو ينزل احسن، لان هو كان قاعد بتريق انا ورمضان، فبنقول له انت عامل زي فيلم القرموطي لما السفاره الجواب جه من السفاره. جواب بلجيكا جه. انا عايز برومو للمؤتمر يا سعد. ما ينفعش برومو للمؤتمر. لا ما ينفعش والله برومو. لا ما ينفعش. برومو مش المؤتمر. لا برومو. اديك الفيديو. لا والله برومو والله. اديله حاجه. اصل المشكله ان تريزيجيه اصلا يعني في المؤتمر لما يكون موجود مش هيعرف يقول حاجه بالظبط. يعني هو ممكن يخش ويفضل قاعد ساكت. طيب يقعد يعمل كده. رياكشنات. وبعدين تريزيجيه مثلا كان بيتكلم. انا ممكن اتكلم، ما بتكلمش انجليزي قوي بس بفهم كويس، ممكن حاجات يعني شغال. فحد كان بيكلمه انجليزي، فالمهم بيقول لي بص اقرا كده وبتاع، فهو اللي بيتكلمه انجليزي. فتريزيجيه كل الاسئله مجاوب يعني كل التاني يساله هو كاتب له كده بس طول الكلام اللي ما بينهم. فتريزيجيه ممكن يوصل هناك يقول لهم يعني هيقولوا كلمه اللاعب محمود تريزيجيه، فممكن يقعد مثلا الحمد لله انا مبسوط انني معاكم، وده كان حلم نفسي احققه، والحمد لله ان انا حققته، انا مبسوط. فممكن تريزيجيه يقول كمل بقى. بس فتخيل بقى ان البنات تيجي تقول ان ده كيوت. يعني ما يعني بعد كل ده والمشبك اللي هو قاله ده ويطلع كيوت، فطبعا بيبقى كارثه كبيره. انت نسيت حاجه حلوه جدا بقى على تريزيجيه. ضحكته، انت ازاي ما اتكلمتش عنها؟ يا نهار ابيض. تريزيجيه ضحكته هو كمان محتاج طربوش في اسنانه فدي بتعمل له مشاكل جامده قوي. بص يا مهيب، تريزيجيه يعني انا معاشره من قبل رمضان كمان. فمشاهين تريزيجيه بالنسبه لي كارثه بجد، يعني لان تريزيجيه بالنسبه لي اخويا الصغير، يعني اخويا اللي هو زي اخواتي كده، احمد ومصطفى ومحمد اللي انا اللي مربيه. تريزيجيه اطيب قلب في الدنيا، اطيب قلب حقيقه. يعني وتريزيجيه اكتر لعيب ملتزم تقريبا في مصر، اكتر مني ومن الجيل اللي موجود كله. يعني انا بشوف ده في المعسكر حقيقه. تريزيجيه اكتر لعيب ملتزم في مصر، يعني هو ماشي على خط محمد صلاح. انا دايما اقول له، لان انا عاشرت صلاح لما رحت عرض المقاولين، صلاح كان كده. بس تريزيجيه لا، تريزيجيه مفيش خالص. تريزيجيه مركز في الكوره قوي قوي، وكل اهدافه انه يعمل حاجه في الكوره، واحلامه يعمل حاجه كويسه في الكوره، فهو هيوصل. يعني انا ان شاء الله يعني معتقد ان تريزيجيه ربنا يكرمه في الاحتراف وهيوصل لحاجه كبيره جدا، وان شاء الله ربنا هيكرمه. بيمشي وهو نايم تقريبا. انا شفت مع تريزيجيه ايام ما حدش هيشوفها. ما انا بقول لك كارثه بالنسبه لي ان تريزيجيه مشي، ان هو قريب مني جدا، وان في حاجات انا هفتقدها. يعني مش هلاقي حد اقعد اتريق عليه واقعد لا هو زي بص، تريزيجيه من احسن اللعيبه ومن اطيب الشخصيات في الدنيا زي ما سعد قال لك. بس هو سعد قال لك انا هفتقده. هيفتقد مثلا اللي هو تخيل مثلا سعد نايم وواحد بيمشي بالليل يروح يخده، ده يعني ده اسمه كلام بيمشي بالليل. فهو اكيد بيمشي وهو نايم، اكيد هيبقى مفتقده. يعني الكلام مشكله. لا والله، يعني لما واحد يصرخ وانت نايم وانت تقوم ان واحد بيصرخ وماسك فيك، يعني كابوس مزعج بتاع. لا مش كابوس، هو تريزيجيه هو من صغره كده وبعدين ما ينفعش الاوضه. انا بحب الاوضه تبقى مضلمه خالص. هو يحب يبقى فيه سنه كده، فممكن يبقى حد معدي جنب الشباك فخياله يبان عفريت. فعفريت انت هتجنن امي بقى. مهيب بيخاف ينام لوحده تريزيجيه. يعني واحنا في نهايه الكونفدراليه، عشان كده جابوا له اخوه. واحنا في نهايه الكونفدراليه لما كنا بنلعب مين يا سعد؟ سيوا سبورت. هناك كان كل واحد لوحده. فهو نام مع عاشور، فانا وسعد الفندق اللي احنا كنا قاعدين فيه ده. انا بصراحه كل واحد لوحده فهربت طبعا. فانا ورحت انا جبت جلابيه سودا ووش، ورحنا دخلنا الاوضه وراح سعد لبسهم ووقفنا ورا الباب ودخلناه. رحنا طلعنا له، راح جري لاخر الاوتيل ورحنا جبناه تاني وبتاع. لا فهو ربنا يكرمه طبعا. وهو انا الطيبه دي يا سعد. طبعا انا بحبه جدا والله، وهو اخويا بالظبط. يعني زي ما سعد قال لك، انا وسعد وحسين وتريزيجيه وهاني احنا قريبين من بعض، واللعيبه كلها. هو في زي هاني؟ في زي، فكلنا قريبين من بعض جدا، حتى اللعيبه الكبيره وبتاع، فاحنا كلنا قريبين من بعض جدا. فتريزيجيه اخويا وعلى طول بنتكلم، وهو كان سبب
بس خلاص مش هنقوله بقى. الموضوع عدى بس خلاص سبب من التجمع للمهندسين بس خلاص كان سبب موضوع المعجبه هياتم، انا مسميها تريزيجيه المعجبه بتاعت رمضان. كنا في حته مسميها هياتم انا. مش يعني الفنانه منتشره يعني. لا في فيلم شحات ابو كف كان في واحده هي اللي بتجري ورا لعيبه الكوره. هي منتشره واخده دلوقتي يعني واخده برضو. لا مش هنخبط ان شاء الله. الليمبي الله وطى عشان ما يشوفوناش. فانا قلت له المشكله ان لما بيكون في حد، في ناس بتبقى غاويه شهره. ففي رمضان بيكلمك عليها كان في بنت غاويه شهره فغاويه تتشهر، فرمضان لعيب مشهور وبتاع وبعدين بيتكلم بقى رمضان، ودلوقتي في ناس تانية وبتاع دخل ناس تانية على الخط. طبعا ده حاجه كويسه. انا مش حكايه كده، انا مش حكايه حاجه كويسه بالنسبه لي يا مهيب، عشان هو سعد عارف ان الموضوع اصلا انا ماليش علاقه بيه ومش عايزه اصلا. فاهم قصدي؟ فهو سعد ممكن يكون بيتكلم في النقطه دي يعني ما فيش. ممكن تكون ناس ثانيه عايزه. لا فهي بتبقى ناس ثانيه مين؟ لا انا بقول له لا ما اقولها لو انا اللي قلت. انت انا بقول لك وانت صغير مفيش، وانت صغير ولسه خبرتك قليله نفسك تكلم بنات ونفسك تخرج ونفسك تروح ونفسك تيجي. لو مفيش حد رقيب عليك او مفيش سيستم انت ماشي فيه، الدنيا يعني هتوسع منك قوي ومش هتوصل لاي حاجه انت عايزها غير لما انت مركز. وبعدين انت دايما لازم يبقى ليك مثل اعلى وقوه وانت تبص له. فلو مثلا رمضان بيحب ابو تريكه فلازم تبص لابو تريكه تصرفاته في المواقف دي عامله ايه، وهو صغير كان ايه الكلام ده كله. فيمكن رمضان من الناس اللي عايزه تستقر بدري وترتبط، فدي طبعا حاجه كويسه، لكن مش شرط ان انت تستقر او ان انت تتجوز عشان تبقى ملتزم. ممكن تتجوز وما تبقاش ملتزم. بيدور. لا مش بيدور، هو اصل ما فيش حد هينزل يدور يعني، هو النصيب. مهيب هو يعني انا نفسي خليك تدور مع حاجه حلوه. لا مش حاجه حلوه، انا نفسي اي حاجه هتبقى بتدور. هو انا زي ما قلت لك انا نفسي اتجوز بدري. انا مركز في الكوره بس جت، مش هقول لا كمان لما يبقى عندي 27 سنه، لا جت ولقيت وانا مرتاح وكل حاجه خلاص. الى كل النساء مصر، الى كل النساء مصر. رمضان عايز يتجوز بدري، مش عيب. رمضان صبحي عايز يتجوز بدري. كده جواز صالونات ده بقى، كده جواز صالونات. هيدور ويختار. لا انا مش هدور، انا زي ما قلت لك انا مش هدور. انا مش هدور، انا زي ربنا يخليها لنا الحاجه تخلص لنا الفيلم ده. يا حاجه يا حاجه ونبي حاجه. الحاجه مش عايزاك اتجوز. جنبها الحاجه عايزاني قاعد جنبها. ايه؟ ايوه فين السؤال؟ قول السؤال، شوف السؤال اجاوب على طول. حاجه مهمه جدا يا سعد. يعني احنا اتكلمنا ويمكن الحلقه ماشيه يعني حاجات شخصيه كلها وحاجات يعني عايز اقول طبعا سعد بيحب يهرج جو رمضان، لكن اتكلم في حاجه مهمه في الكوره الا وهي كان بركات، سيد معوض، ابو تريكه، محمد شوقي، يعني احمد فتحي، يعني هو بقى معاكم دلوقتي، لكن جيل كبير كان عامل جماهيريه وعامل شهره وعامل بطولات وعامل انجازات، حطوكوا تحت ضغط خلاكوا دلوقتي ايه الجديد اللي الجيل ده هيعمله؟ سعد سمير هيعمل ايه؟ تريزيجيه هيعمل ايه؟ رمضان هيعمل ايه؟ هتعملوا ايه؟ هم عملوا حاجات كتير، عملوا بطوله افريقيا، عملوا بطولات دوري، كاس، كونفدراليه، يعني الكونفدراليه دي ممكن تحسب لكم شويه، لكن انتوا بتفكروا في ايه؟ ايه اللي ممكن او طموحاتكم اللي انتوا تعملوه في ظل وجود جيل كان عامل انجازات كبيره جدا؟ اعتقد ده بيخليكم تحت ضغط. اكيد طبعا. هو انت اللي هي قصه حته المقارنات، الناس بتقارن دايما. طبعا المقارنات ما ينفعش تقارن عموما، لا في المنتخبات ولا في النادي، الظروف مختلفه، البلد نفسها ظروفها اتغيرت، الدنيا كلها اتغيرت، الكوره نفسها اتغيرت، رتم الكوره واللعب والطرق والكلام ده، في حاجات كتير اتغيرت. لكن طبعا في جيل زي ما انا بقول لك، الجيل اللي فات كان اتقل شويه واعقل وكان حابب يعمل حاجه. انت على الاقل لو ما حققتش نفس الانجازات حافظ على اللي هو حصل. برافو عليكم يا سعد. يعني لو انت، انا دايما اقول لو ما حققتش نفس الانجازات، انا خدت بطولتين افريقيا مع الفرقه، تمام، واثنين سوبر افريقي وواحده كونفدراليه، يعني انت واخد، فعلى الاقل تحافظ على السيستم ده. لكن انت لحد دلوقتي الميزه اللي الجيل اللي فات عملها او الفتره اللي فاتت اللي حصلت في النادي، ان انت كل بطوله بتحارب عليها ان انت تاخدها، ده موجود من زمان، لكن بقى كل هدفك عمرك ما تبص الرقم 2، بص بالبطوله. فده اللي موجود في كل اللعيبه اللي موجوده دلوقتي. اللعيبه اللي فاتت خدت الكونفدراليه وخدت السوبر المصري، وعندنا ان شاء الله الكاس، وعندك دلوقتي الكونفدراليه انت شغال فيها، وعندك ربنا يكرمك بعد كده السوبر. فانت كل البطولات دي انت عايز تحافظ عليها. لكن هي القصه ان انت خدت بطولات والاجيال اللي فاتت خدت بطولات، لكن هو قعد 3-4 سنين ياخد البطولات ورا بعض. فانت ممكن تاخد سنه وسنه، سنتين وسنه، لا ده مش مطلوب. المطلوب ان انت تحافظ على نفس الانجازات اللي هو عملها. خلي بالك ان معلش تغيير الجلد وتغيير اللعب وتغيير اللعيبه واعمار السن، الحاجات دي بتاخد وقت.
بتاخد وقت، لكن انا شايف ان هي ما خدتش وقت في النادي. يعني الترجي التونسي مثلا نادي انا بحبه جدا ونادي كبير وفي تونس زي النادي الاهلي هنا، لكن الترجي بقى له فتره مثلا بيعاني عشان بخار جلد. انت السنه اللي فاتت خدت الكونفدراليه وخدت بطولات وانت عملت لعيبه كتير كويسه، عندك لعيبه كتير. انت بعد الكابتن وائل ما اعتزل طلعت ناس، بعد الكابتن ابو تريكه طلعت ناس. طبعا المستويات مختلفه وبعيده، لكن انت ماشي على نفس الخط. ممكن لما توصل للنضج بتاع النجوم اللي فاتوا ما تكونش خسرت كتير. لا على الاقل انت لو انا عايز اقول لك لو وصلت لمرحله ان انت زي النجوم اللي هم كانوا موجودين وخدت لك كل سنه بطولتين زي السنه اللي فاتت، انت كده نجحت نجاح كبير. وبعدين سيطرت على افريقيا كلها. لا انا شايف ان الموضوع ده ان شاء الله السنه دي لو بنفس يعني التركيز يزيد. احنا الدور الثاني في الدوري التركيز زاد وكان في استقرار مع الكابتن فتحي والدنيا ماشيه الاحسن، والفرقه الموجوده مع التدعيمات والصفقات الجديده لو بديت بنفس التركيز ده هتحقق نتائج كبيره جدا. نفس السؤال ليك يا رمضان. نفس السؤال ليا. ماشي يبقى نفس الاجابه. اصل يعني قصدي ما فيش كلام هقوله زياده زي ما انت برضه بص اقول لك حاجه برضه. سعد جاوب بصفه عامه، لكن انا عايزك تجاوب بصوره تانية في الملعب. القدرات اللي موجوده في النادي الاهلي والمواهب اللي موجوده في النادي الاهلي، ووجود عبد الله السعيد ووجود حسام غالي ووجود مؤمن زكريا ووجود حسام عاشور، مش عايز انسى حد، وليد سليمان وليد ده قصه لوحده، محمد يعني في مواهب وانت بتلعب وسط المواهب دي، فالموضوع صعب. لا الموضوع فعلا صعب جدا مهيب. بس احنا اول ما طلعنا عارف لما انت طلعنا ناشئين كتير قوي مع بعض. حتى سعد كان على طول بيتكلم معايا بيقول لي انتوا كويس ان انتوا طلعتوا في الفتره ديت. الفتره لما كان في لعيبه كبيره كان ممكن تبقى الدنيا صعبه شويه، فاهم قصدي؟ احنا طلعنا ناشئين مع بعض، فانت لما مثلا كنت بتبص على شمالك الاقي مثلا هاني، بص عارف ناس ايه قريبه منك برضو، فانت كنت بتلعب وانت مش خايف شويه. انا بالنسبه لموضوع البطولات يعني معنى كده ان انت اما بتبص على شمالك ويمينك تلاقي تريزيجيه وتلاقي محمد هاني وتلاقي سعد سمير، يعني بتفرح او بتاخد راحتك، غير لما تلاقي حسام غالي وحسام عاشور ووليد سليمان. ما هم برضو بس ما حدش فسر حاجه غلط. محمد هاني وسعد سمير وتريزيجيه لعيبه كبار برضو، فاهم قصدي؟ في سنك. ايوه بس في سني. عارف اللي انا ايه الاول مثلا، يعني لو انا كنت طلعت مثلا اول ما طلعت لقيت مثلا كابتن ابو تريكه، كابتن بركات، كابتن حسام غالي، مش عارف ايه، بيبقى في رهبه بقى. فاهم؟ 3 شهور يا مهيب في الفريق الاول، اول ما طلعت خايف اخش على ابو تريكه والله بجد. انت مش مصدق ان ده ابو تريكه فخايف تخش عليه. فاي حد هتطلع بيبقى فيه برضو لا يعني من واحد بتتفرج عليه فجاه بتلعب معاه او بتلعب جنبه، فالموضوع ده بيبقى يعني حقيقي وبيبقى صعب طبعا في الاول. بنتخانق في الملعب وبنشتم بعض في الملعب. الماتش اللي فات ماتش الترجي اخر ماتش لاعبين انا وغالي طول الماتش عاملين نزعل لبعض. مش هقول له النبي بعد اذنك انا اسف يعني ممكن تيجي يمين شويه، عمرك ما هتقول له كده. حسام غالي كان لعيب كوره مستفز. حاسس ان الناس في مصر سواء مسؤولين في النادي الاهلي وعلى مسؤوليه الكلام ده، مسؤولين في النادي الاهلي او مسؤولين في نادي الزمالك، بيعقربوا كده الاحتراف. الواحد بيشوف محمد صلاح دلوقتي بيقول يعني بيفتخر ان في واحد مصري بره. كان نفسي اروح كاس العالم للانديه، دي امنيه حياتي. الراجل ده السنه اللي فاتت يعني كان هيمضي خلاص في نادي الزمالك. المعلومه دي صح ولا غلط؟ لا ساعتها في ناس كلموني من الزمالك قال لا ما تمضيش واللي انت عايزه. الصراع اللي بين الاهلي والزمالك صراع جوه الملعب. سعد يطلب الرحيل منين؟ انا راجل صاحب مكان، يعني انا قاعد في بيتي انا صاحب مكان، فجاه النجوم كلهم مش موجودين وفجاه انت مطالب تمشي على نفس الخط. الصفقات دي حاجه كويسه ولا حاجه مش كويسه؟